هنعمل فراخ بلدي محشية النهاردة بالطريقة الأصلية، مفيش أي اختراعات ولا افتكاسات. طعم زمان هنعملها بطريقة أمهاتنا زمان، فلفل أسود وملح وسمنة بلدي بس، وكانت بتطلع أحلى فراخ محشية. وجنبها طبق الملوخية والرز بالشعرية وأكلة مصرية أصيلة. أول حاجة هنجيب الفراخ ونغسلها غسلة كويسة جدا من بره ومن جوه بالدقيق والطحينة والملح علشان نقضي على أي زفارة. هنجيب طاسة ونعمل الحشوة. أول حاجة معلقة سمنة بلدي كبيرة، وهنكون غاسلين الرز غسلة كويسة. هنسيح السمنة بس كده. هيبقى معانا طبق بصل كبير مفروم في الكبة، ده هيفضل معانا من أول الطبخة لآخرها. الأكلة دي بتحب البصل الكتير. هناخد بقى كمية بصل حلوة كده في الطاسة على السمنة البلدي. هنرش عليها رشة فلفل اسود حلوة برضو كبيرة كده، برضو الأكلة دي بتحب الفلفل الاسود كتير. رشة قرفة بسيطة وسبع بهارات بس كده، ممكن نستغنى عنهم خالص، هي فلفل اسود وبس كده. هنقلب بقى الحاجات دي كلها مع بعض كده لغاية ما نشم ريحة حلوة. وبعد كده هننزل الرز على طول. الرز هينزل على طول اول ما نشم الريحة بتاعة الفلفل الاسود. البصل مش هيغير لونه ولا هيدبل. هنقلبهم بقى كده تقليبة كويسة كلهم مع بعض. وهنرش بعد كده رشة فلفل اسود تاني، لان الرز بيبقى غامق سنة. مكعب المرق ده اختياري، ممكن نستغنى عنه خالص. عايزين نغمق لون الرز شوية كمان، هنحط رشة قرفة خفيفة. هنقلب بقى تقليبة كويسة لغاية ما كله يمتزج ببعضه. ونحط شوية مية اقل من تسوية الرز العادي، احنا كده بنسوي الرز 3/4 سوا. الفراخ ما بتاخدش وقت كتير على النار، يعني نص ساعة او ساعة الا ربع بالكتير وبتكون مستوية. فاحنا بنسوي الرز 3/4 سوا. هنحط الملح بتاعنا نحدق زي ما احنا عايزين حسب الرغبة. هنقلب بقى تقليبة كويسة، واول ما نشوف بيغلي كده هنوطي النار ونسيبه يستوي. مش هيستوي سوا كامل، 3/4 سوا. هنشوف دلوقتي واحنا بنحشي الرز مش معجن معانا. هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا اللي احنا غسلناها وهنتبلها. هنجيب التتبيلة بتاعتها تبقى عبارة عن بصل. شفتوا طبق البصل ده هنحتاجه في كل المراحل. البصل بقى هنحط عليه رشة فلفل اسود تاني، وهندعك دعكة كويسة جدا بايدينا لغاية ما البصل يطلع ميته ولونه يتغير شوية وريحته تطلع. التقليبة دي مهمة جدا. السر بتاع ريحة الفراخ زمان هي البصل اللي احنا بندعكه كويس بالفلفل الاسود. الخطوة دي كانوا امهاتنا دايما بيعملوها للفراخ وللبطاطس، صينية البطاطس في الفرن. هندعك الفرخة كويس جدا من قدام ومن ورا ومن تحت الجلد. اي حتة نعرف نوصل لها ونوصل البصل ليها هنحط جواها بصل. هندعك الفرخة من جوه برضو بالبصل. زي ما بقول لكم اي حتة هنعرف نوصل لها هنحط جواها بصل بالفلفل الاسود ده. دي اسمها مرتة بصل. هندعك برضو الكبد والقوانص اللي احنا هنسلقها بنفس التتبيلة. هنركن بقى الفراخ دي على جنب نص ساعة على الأقل، يعني ويفضل اللي هي ما تتحشيش على طول. نسيبها شوية ونجهز الحشوة ونرجع نحشيها. انا دلوقتي الحشوة خلصت معايا، شايفين الرز مش معجن ومش مستوي سوا كامل. هو لسه سخن مش مشكلة، احنا هنحشي بيه وهو سخن زي ما هو. عايزين نسيبه يبرد مفيش اي مشكلة، يعني في الحالتين ينفع. هناخد بقى الفرخة نحشيها كويس جدا. هو الرز مستوي 3/4 سوا، يعني مش هينفش تاني اكتر من كده، هينفش نفشة بسيطة. فاحنا هنترسها رز بقى على الاخر. هنسيب حتة صغيرة بس في الاخر كده عشان لو نفش شوية ياخد راحته. هنكتف الفرخة بقى كويس جدا. فراخ البلدي بتبقى ناشفة شوية، بتبقى صعبة شوية في التكتيف، بس نفضل وراها لغاية ما نكتفها ونحط الرجلين كده ونظبطها. الطريقة دي بتخلي الحشو يفضل جواها وما يطلعش بره. عايزين ممكن بعد كده ممكن نقفل بالكبد او القوانص، بس انا ما بحبش كده، بحب ان المية تدخل جوه الرز وتسويه كويس. هنقفل برضو الفرخة التانية زي اللي عملناه في الفرخة الاولانية بالظبط. وهنكتفها، شايفين صعبة جدا بس هنحاول لغاية ما نكتفها كويس. هنفضل وراها. كده خلصنا الفرختين في الحشو وكتفناها وكل حاجة تمام. هنجيب بقى حلة مية على النار بتغلي، لازم تكون بتغلي. اللحمة والفراخ ما بيتحطوش في مية باردة، لازم مية بتغلي. هننزل الفرختين وهنحط بقى كل البهارات اللي احنا بنحطها على الفراخ. اللي هي ايه؟ البصل اللي احنا كنا متبلين بيه ما رميناهوش، حطيناه تاني. هنحط بقى ورق لورا، فلفل اسود، حبهان،
ملح، طماطمية متقطعة، شوية بصل، اخر شوية بصل مبشورين معانا او مضروبين في الكب هننزلهم في الشوربة، ونحط بقى الملح بتاعنا حسب الرغبة. واول ما المية تغلي هنهدي النار خالص ونغطي عليها ونسيبها تستوي براحتها خالص. ما نعليش النار عشان الفراخ ما تتهريش من بره وتفضل نية من جوه. احنا دلوقتي هنغطي عليها بعد ما حطينا كل المكونات بتاعتنا، اللي هي ورق لورا وحبهان، لو عندنا فص مستكة هنحطه، وطماطمية متقطعة، ولو معلقة صلصة موجودة ممكن نحط منها برضو بدل الطماطم، والبصل المبشور. وهنغطي عليها ونسيبها تعيش مع نفسها مع كل الحاجات الحلوة دي. هي كده خلاص استوت، نعرف اللي هي استوت من الجناح، نمسك الجناح نطلع، هي باين عليها اصلا اللي هي مستوية. بس لو عايزين نتأكد ان الفراخ استوت نمسك الجناح ونكسره، لو اتكسر معانا بكل سهولة يبقى كده الفراخ مستوية، لو ناشف لسه يبقى لسه الفراخ ما استوتش. هي باينة اللي هي استوت، هي ما اتهرتش ولا حاجة، هي ماسكة نفسها، هي الفراخ البلدي بتاخد الشكل ده. شايفين الشوربة روعة، نعمل بيها بقى صينية بطاطس، ملوخية. بس الأحلى جنب الفراخ دي شوية ملوخية خضراء. تعالوا دلوقتي هنعمل خلطة ندهن بيها الفراخ وندخلها الفرن. عايزين نحمرها في الطاسة في معلقة سمنة بلدي مفيش أي مشكلة. مش هندهن الخلطة دي طبعا لأن الخلطة دي هتتحرق في الطاسة دي. لو احنا هندخلها الفرن، معلقة سمنة بلدي ومعلقة صلصة تكون سخنة، وندوبهم في بعض كويس، وندهن بقى بالفرشة كل ما نيجي نقلب الفرخة في الفرن. يعني احنا دهنا دلوقتي الوش، هندخلها تاخد وش في الفرن، وبعد كده نقلبها على الناحية التانية وندهنها تاني من الناحية التانية لغاية ما تتحمر معانا من كل اتجاه. الرز اللي بقى معانا من الحشو كملنا سواه بشوية شوربة، وهنحطه تحت الفراخ في التقديم. الرز ده بيبقى تحفة، احلى من الرز بشعرية او اي حاجة تانية بتبقى جنب الاكل. بناكل الفراخ مع الرز ده وخلاص كده بتبقى تحفة، اكلة رهيبة. انا ليه بقول سمنة بلدي في كل المكونات بتاعة الاكلة النهاردة؟ لان هي اكلة ما بتتعملش كل يوم، كل فترة بنعملها، فاحنا نضحي شوية ونعملها من الالف للياء، زي اكلة زمان وزي روايح زمان وطعم زمان. فراخنا الجميلة خلصت واتحمرت من كل اتجاه، وطلعناها قدمناها على طبق الرز. شكلها رهيب وممكن تتاكل كده لوحدها من جمالها، مناسبة جدا لجو المدارس اللي احنا فيه، الولاد يرجعوا من المدرسة يلاقوا الأكلة الجميلة دي. بجد تحفة جدا، لذيذة وريحتها جميلة وقلب ريحة البيت. ويا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم وتنفذوه، واكتبوا لي في الكومنتات رأيكم وحطوا لي صور تطبيقاتكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. بس ما تنسوش تشيروا الفيديو عشان ناس كتير تستفاد، وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.